كنتم زي صديقتي اللي بنتها عندها 2 وبتشتكي جدا ابنها مش بتقدر تشرب اللبن المهم جدا انه يكون الكالسيوم في جسمها في سنها الصغير ده. هو يبقى اكيد وصفتنا النهارده هتعجبكم. لو اول مرة تشوفوني، انا الدكتورة سهى. اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هننزل في كسرولة بكوباية من اللبن البارد، عليها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وعليها 2.5 معلقة من السكر أو حسب الرغبة، ونقلبهم مع بعض حلو قوي. وهنجيب 2 معلقة من بودرة البودنج أو بودرة الكاسترد، وندوبهم في نص كوباية من الحليب البارد. ولما يدوب تماما هننزل بيه على خليط الحليب والكاكاو والسكر، ونقلبهم حلو قوي مع بعض، ونرفعهم على النار ونقلب لحد ما قوامهم يوصل للقوام ده، يتقل ويوصل للقوام ده. هنصبهم في القالب اللي احنا هنحط فيه البودنج بتاعنا. انا اخترت يكون بايركس. صبيته فيه وسويته كويس قوي، وهحطه فوقيه وحدات من بسكوت الماري او اي بسكوت ساده تحبوه. وهبدا اعمل الكاسترد او البودنج اللي لونه كريم. نفس المقادير، هحط كوبايه من الحليب البارد، عليها 1.5 معلقة من السكر، واحط 2 معلقة من بودره البودنج او الكاسترد، واقلبهم في نص كوبايه حليب، وارفعهم على النار لحد ما يغلس القوام. هصبه فوق طبقه البسكوت اللي انا حطيتها فوق البودنج اللي بالشوكولاته او الكاسترد اللي بالشوكولاته، وهسويها كويس قوي. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. انا حبيت ان انا ازوق وشها بحاجه جميله تخلي البنات يحبوا ان هم ياكلوها، فحبيت احط عليها قطع من الشوكليت شيبس ودخلتها، ولما بردت دخلتها التلاجة عشان تطلع بالشكل الرائع الجميل ده، اللي مش قادره اقول لكم شكلها حلو قد ايه. وطبعا مفيده جدا ومغذيه جدا، فيها كميه لبن او حليب مناسبه جدا، اللي هو مهم جدا ان المرأة تكون كالسيوم في جسمها من وهي طفلة صغيرة، لأنها مهما خدت كالسيوم بعد كده مش هتستفيد بيه، لازم من الصغر. فعشان كده الحليب مهم جدا للبنات الصغيرين بالذات. وزي ما حضراتكم شايفين هيعجبهم ان شاء الله وهيحبوه، لانها حاجة لطيفة يعني خارج الصندوق. طبقة من البودنج بالشوكولاتة، وفي النص فيه بسكويت، وبعدين طبقة من البودنج الأبيض وعليه شوكولاتة شيبس. أكيد حيحبوه. أتمنى كل اللي عندهم بنات صغيرين مش بيحبوا يشربوا اللبن ينفذوا الوصفة دي. وأتمنى اللي بيحب يعمل حلق سريع جدا لو للبيت أو للضيوف أو كده، هيبقى ده الاختيار المناسب جدا. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة، أتمنى أنتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في تعليقات، لأنها فعلا وصفة لطيفة وسريعة وخفيفة ومغذية جدا، وهتعجب الكبار والصغيرين. وبالهنا.